انا يهمني فكرة السلم الاجتماعي، علشان فكرة ان انت تحافظ على الجبهة الداخلية بتاعتك. ايه الجبهة الداخلية؟ اللي هو الجنود بيحاربوا بره على الحدود، وانت كمواطن جوه انت الجبهة الداخلية، انت خط الدفاع عن الوطن جوه. فلازم ان الجبهة الداخلية تبقى آمنة. يعني بعض الملاك هيقولك ما عدد الملاك زاد، عدد الملاك زاد لكن ما وصلش لعدد المستأجرين، لان انت في الاخر بزيادتك دي انت قاعد ساكن آمن في حياتك. والمبلغ اللي هيجيلك لما هتوزعه على الورثة بتوعك اللي هو ورثة الملاك مش هيحقق لك الدخل اللي انت منتظره. يبقى انت عملت خلل داخلي في السلم العام، في السلم الاجتماعي، وما استفدتش الاستفادة اللي انت منتظرها اللي بيمثلها لك وبيجسدها لك البعض. المالك خد أرض من الدولة، المالك خد دعم من الدولة، المالك خد خلو من المستأجر، المستأجر شطب الشقة على حسابه. وفي كمان نقطة مهمة ناس كتير اتكلموا فيها، يا جماعة في ناس سكنت في الصحراء، ناس اشترت شقق كان وقتها المنطقة صحراوية، بيبذل مجهود علشان يروح الحتة اللي هو ساكنها. يعني مش كل الناس اشترت في منطقة عامرة، في ناس اشترت في مناطق مقطوعة، في ناس اشترت في مناطق بعيدة، والمستأجر هو اللي عمر المنطقة دي، والمستأجر هو السبب في وصول العقار بتاع حضرتك أيها المالك والأرض بتاعت حضرتك للقيمة السوقية اللي وصلت ليها دلوقتي. لولا المستأجر ما كانتش هتوصل للقيمة السوقية اللي حضرتك بيها دلوقتي. فمحدش بخس حقك، دي ادعاءات باطلة. عشان كده أنا بطلب من المستأجرين من فضلكم ورقة وقلم، تكتبوا كل مليم دفعتوه في الشقة، حضرتك، جدك، والدك، تكتب كل مليم، بالإضافة إلى دعم الدولة من حديد وتسليح، بالإضافة إلى أرض وضع يد أو أرض تملكها الدولة، وتكتب الخلو اللي حضرتك دفعته، التشطيب اللي حضرتك دفعته أو جدك أو والدك واتشطبت الشقة دي كم مرة، الصيانة اللي اتعملت في العمارة، مواسير، سباكة، سلم، بياض، دهان، كهرباء، كل التفاصيل، لان كل دي الفلوس دي المفروض كان المالك هو اللي يدفعها. فحضرتك تجهز بيان، لان البيان ده اكيد هنحتاجه في وقت ما، كل واحد يكتب كل صغيرة وكبيرة، ولو حضرتك مش فاكر جارك هيبقى فاكر، وتكتبوا البيان ده معاهم البيان ده بكل تفصيلة، وهيبقى دين على المالك يطالبوا بيه، من حقهم يطالبوا المالك بالديون دي في أي وقت، خصوصا كمان بعد انتهاء الجيل الأول. أنا بدافع عن المستأجرين لأن أنا وجهة نظري إن دول هم ركن الأساس في السلم المجتمعي. صحت حضرتك اللي أدرى بيه، لأن حضرتك استوليت على أرض الدولة، حضرتك اللي استوليت على دعم الدولة، حضرتك استوليت على الخلو، حضرتك ما دفعتش أي فلوس صيانة في العمارة، والدك وقتها دفعه بالإكراه خلو وفرض عليه انه يشطب الشقه، فهو عايز يمشي وياخد الخلو بتاعه. وضيفوا مستندات، يعني لو حد فيكم عنده مثلا مخالفه من الحي انه كان جايب طوب ورمله تحت العماره، حطوا ده مع المستندات بتاعتكم، جهزوا ملف مستندات. المحكمه الدستوريه كل اللي قالته يحرك الايجار، ولا قالت النسبه ولا قالت قد ايه، لكن ألا يقع المستأجر فريسة في يد المالك، وألا يتم استغلال حاجة المستأجر للشقة. بالإضافة احنا نراعي السلم الاجتماعي، عندك 3.5 مليون أسرة ممكن تبقى في الشارع الصبح، أكيد مش ده اللي هيحقق السلم الاجتماعي. السلم الاجتماعي إن الناس تكون آمنة في مسكنها. أنا مع المستأجر طبعا، لأن أنا شايفة إن المالك لن ينقصه شيء، المالك كل طلباته يزود دخله. شايف المفارقة؟ يعني انت جاي تقولي تقفي مع واحد هيبقى في الشارع الصبح، ولا تقفي مع واحد طلباته ان ياكل بط وحمام لانه بصراحة معدته نشفت من الفول والطعمية؟ المفروض اقف مع مين؟ حضرتك بتقولي حضرتك مع ان احنا نلبس الناس اللي عايشة عريانة في البرد دي وما عندهاش لبس، ولا نشتري فرير لفلانة الفلانية؟ ايه المفارقة؟ ايه المقارنة دي اصلا؟ ما لازم ابقى مع المستأجر. 90% من المستأجرين معاشاتهم ضعيفة، كبار سن، لا حول لهم ولا قوة يعني.